اخواتي وفنزاتي، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نبدأ يومنا كده من على الصبح وشوفونا احنا كناس شعبية بنقضي يومنا ازاي من اول ما بنصحى. حتى لو هنجيب شوية حاجات بسيطة كده، يعني بصوا، مش عايزة اتكلم كتير والله، بسيطة جدا ومحدش يتكلم. لو احنا بنشتري من ناس قاعدة في الشارع كده عادي، احنا متعودين على كده يا جماعة. محدش ينتقدنا، محدش يقول ان انت بتجيبي الجبنة ومن واحدة قاعدة في الشارع في التراب. جبنة طماطم، دخلت اجيب خيار، افتكرت كلام الانسة ياسمين عز، قلت لا مش ناقصين، احنا عندنا بنات في البيت. فتعالوا نبدأ اليوم من البداية كده، نسمي بسم الله وننزل مع بعض ونشوف هنجيب ايه بقى، ونشوف الجو عامل ايه. اليوم ده كان جو، عايزه اقول لكم الجو كان ولع. نزلت الشارع بقى، الشمس بصوا فيش حد، الناس كلها مستخبيه في ايه، في عشاشها. تعالوا كده ندخل كده ونشوف هنروح السوق ولا هنعمل ايه مع بعض. الواد بص من كتر الحر ماشي بلبوس. بكام يا عم الانبوبه؟ ب 100 جنيه. عندكم انتوا بكام يا جماعه؟ دخلت على الطابونه لقيتها زحمه، بصوا يا نهار اوسك. رحت قلت احجز وبعد كده اجيب الفطار واجيب العيش اخر حاجه عشان يكون دوري جه. دخلت على بتاع الطعميه لقيته ما شاء الله زيت المواتير بصوا مصهلل وجميل. اديته الفلوس وقلت له وانا راجعه اخد منك الطعميه عشان تبقى برضه سخنه. نزلنا على الطماطم بقى من البدايه كده. بكام كيلو الطماطم عندكم؟ احنا عندنا كيلو ونص ب10. جبت كيلو ونص، بس عايزه اقول لكم ان الطماطم الايام دي تفاح امريكاني. الحقوا بقى خزنوا قبل بقى ما تبقى عامله زي ايوه البيض الممشش من الاخر. خدت الطماطم قلت عايزه اعمل سلطه. دخلت على الخيار، هو ما عجبنيش الشكل وقلت لا ده استاذه ياسمين عز يعني معاها حق، عندها حق انها تقول ايه بلاش خيار. سيبنا الخيار ومشينا. قلت اجيب خضره، بصيت لقيت الشبت والبقدونس، قلت لا ده دول رجاله يعتبر مذكر. جبت حزمه كزبره واحده. يا جماعه راعوا ان انا عندي بنات. وبرضه جبت جبنه قريش. الجبنه دي برضه يعتبر ايه، مؤنث يا جماعه. جبت ربع كيلو ب15 جنيه. ما برضو ارجع اقول تاني، احنا قاعدين هنا في حي شعبي، فعادي جدا لو لقينا حد قاعد في الارض مش فارش حاجه. قلت عايزين نعمل للفرعون الكبير الصغير اكله حلوه كده. دخلت قلت اجيب له هو ورك واحنا نجيب اجنحه مع بعض كده. اروح وامشي قلت لا اجيب حاجه حلوه كده للعيال في البيت يحلوا بيها. وقفت عند بتاع التين زي ما انتم شايفين كده، وجبت لهم ب10 جنيه، هم 6 وحدات، كل واحد واحده، يلا خلي العيال تزيط. جبت طبعا التين واخدته ومشيت. بقول وانا ناسيه حاجه يا جماعه. ايه اللي انا ناسياه؟ افتكرت ان انا لسه ما جبتش العيش ولسه ما جبتش الطعميه. دخلت على بتاع الطعميه لقيته يعني لسه بيقليها. وقفت جنبه على ما قلاها وعباها لي. فالعيش بقى رحت اخدت اخر حاجه، وما اقدرش اصور ناحيه العيش، هناك الستات هيمسكوني يدعكوني لو دخلت بالتليفون وانا بصور كده، هيظبطوني على 3 الا ربع. اخدت الفطار وروحت.